السلام عليكم، مساء الخير عليكم الشيرات. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا غايه. تعرفوني نبغي حباباتي يكونوا غايه، يكونوا مهنيين بصحه وعافيه. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكما عودتكم هاد الايامات راني ندير لكم غير المرقه الحاميه تاع هذا الوقت. راكم تشوفوا بلي البرد راه، ونحوسوا نديروا حاجه حاميه لوليداتنا، سيرتو على 12 كيجيو يلقوها وتغديهم بنينه ومجمره. اليوم ان شاء الله درت لكم اللوبيا خضراء بطريقه شابه، بتتبيله بالسر تاع الدرسه تاعها اللي تجي بزاف بنينه، باسكو عندها السر مع التالي اللي قنديروه هو اللي يعطينا البنه شابه. الحاجه الاولى خواتاتي، جيبي كوكوطه ديري فيها شويه تاع الزيت، وحطي الدجاج اللي عندك. انا درت هكا هاد المرصويات اللي كانوا عندي، وقليهم مليح على نار متوسطه. الاولى قلي الدجاج مع 2 سنينات ثوم، غادي يجيكم هكا الطبق تاعكم بزاف بنين. هذاك الزيت والثوم المقلي غادي يعطيك بنه شابه للطبق تاعك. نقليهم مليح وقعدي تحركي فيهم بالمغرف تاع اللوح كيما هكا باش الدجاج يطلق بنته مع الثوم. دوك تشوفوا بلي طبق بزاف ساهل وما يديلكش وقت كبير في الطياب، بصح بنين بزاف. ديري حتى لضيافك. جيب حبه طوماطيس. تعرفوني ان الطوماطيس ما نبغيش في المراقي والطواجي ما نبغيش نبشرها. وتانيك البصله ما نبغيش نبشرها. البصله قطعتها حبه كبيره، قطعتها رقيق رقيق. وحبه الطوماطيس نخليها هكا باش ما يطلقوليش الماء تاعهم بزاف، والوصفه تاعي تجي ميها، تجي معمرامه. هنا نقلي غايه البصله مع هذاك الثوم والدجاج يتقلوا مليح مليح، والنار توجور تقعد متوسطه، وتحركي مره على مره حتى تدبل. جيبي كميه اللوبيا الخضراء اللي راكي منقيتها وغسلتها مليح مليح، ونخلطها غايه باش تدي لي بنه الثوم اللي راه مقلي مع الدجاج والبصله. خلط غايه هذيك اللوبيا الخضراء هكا. دروك نبقوا نزيدوا في التوابل اللي نحتاجوها. الاولى نديروا الملح، بطبيعه الحال نسحقوا الملح. الزوجه عود قرفه، ضروري عود تاع القرفه في اللوبيا الخضراء. عود قرفه يكون مغسول. ديري شويه حرور اللي هو فلفل كحل. زيدي شويه سكنجبير اللي هو الزنجبيل المطحون. عندي شويه كركم اللي غادي نعوضه على الزعفران. درت شويه كركم ما مليح بزاف للصحه، نطيبوا به. وعندي فلفل حمر يكون حلو ماشي الحار. وفي التالي قاع ديري رشه خفيفه حوالي ربع مغرف صغيره كرويه. خلطي التوابل كاع في هادوك باش كل شيء يتنسم لك. النار دائما تقعد متوسطه. هنايا رانا غير نقلو، باسكو التقليه هي اساس البنه والنجاح تاع الوصفات هادو. هنا نجيبوا ماء يكون ساخن، ماء حامي، ونمرقوا حتى يتغطى لنا الدجاج واللوبيا هذيك تتغطى. مرقي على حسب اللي تغطى، ما تكتريش بزاف باش ما يجيش مياه. نغطي على الكوكوطه تاعي. بعد ما تبدا تصفر حسبي لها نص ساعه 30 دقيقه وحبسيها. انا هنا نريقلها 30 دقيقه وتطفى وحدها. بعد ما فاتت لي نص ساعه، بعد اللي تبدا تصفر لك كوكوتك حسبي نص ساعه. النار تكون في الكانون المتوسط، ماشي ديريها في هذاك الكبير كاع وتزيدي لها النار. خليها نار متوسطه راني نقولها لك. هنايا حليت على كوكوطه تاعي. نروح نجيب هذوك المرصويات تاع الدجاج، نقليهم في شويه دهان زبده في المقله باش يتحمروا ويتبنوا. هذيك الحبه تاع الطوماطيس نقيسها درك ما نحتاجهاش، نرميها. وهنا غادي نرد هذيك الكوكوطه تاعي على نار متوسطه، وهنا راها طايبه واجده. غادي نديروا لها الدرسه اللي هي ضروريه باش تتبنن. الا بغيتي ديري كيما درنا في الوصفه اللي فاتت تاع الزيتون البطاطا في المرقه، هنايا كي تبدا تغلي قيسي حبات البطاطا تاعك مع الدرسه كيما درنا في الزيتون تاع الفيديو اللي قبل هذا. على بالي بلي عجبكم بزاف وحاجه شابه، واللي جربوها ورسلوا لي التطبيقات تاعهم راه عجبهم بزاف. نفس الطريقه تقيسي البطاطا. انا هنا بغيت نرافقها مع بطاطا مقليه. الدرسه تاعنا نحتاجو 4 سنينات ثوم، قطعيهم رقيق مع مغرف صغيره كرويه. الثوم والكرويه هما اساس الدرسه تاع اللوبيا خضراء. الا عندك مهراز احسن. انا تهرس لي المهراز تاعي كان عندي تاع الفخار، على هادي اني نخدم غير كيما هكا كيما بكري. درت الثوم ومغرف كرويه وكشغل كيما نقولوا جربت باش ندقهم غايه مع بعض، وحطيتهم بعد ما غلات لي هذيك اللوبيا. حطيهم هكا حوالي مغرف كبيره تكون معمره مليح تاع ثوم وكرويه. وزدت حطيت هذاك الدجاج اللي حمرته في الدهان. وهنا نخليها حوالي 5 دقائق كوكوطه حليها
ما تبلعيش على الكوكوطه، خليها 5 دقائق على نار متوسطه باش تتجمر لك وتتخثر لك غايه هذيك المرقه. قلت لك ويلا بغيتي ديري البطاطا دي كوب، بلعي عليها 10 دقائق وخلي ديك البطاطا طيب مع الدرسه والدجاج كيما درنا في الزيتون، باش تجيك بزاف المرقه تاعك وتجي حاجه عادي كيما نقولوا ماشي بالبطاطا مقليه. انا هنايا درت بطاطا مقليه شرائح دائريه، ملحتها وقليتها في الزيت وحطيتها كطبقه من تحت هكا في الطبسي تاعي، ومن بعد حطيت اللوبيا من الفوق. هذا طبق شباب لولادك لضيافك لناس دارك، حتى قلت لك الضيفه تجي عندك ولا طيبيها شوفي في نص ساعه كانت واجده، ما تديلكش كاع الوقت. ومام غير بالدجاج، نعرفوا باللي اللوبيا خضرا تبغي الغنمي والبقري، بصح تاني بالدجاج تجي تاني شابه كي تكوني مبنتها ومتبلتها غايه. وسيرتو ناكد على هذيك الدرسه التاليه. حطيت الطبق تاعي هكا، ان شاء الله يكون عجبكم الوصفه تاع اليوم. ديريها لولادك، قلت لكم راه البرد وهذا ما يبغوا يسخنوا رواحهم بحاجه حاميه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي اليوم. ما تنسوش دعم الفيديو بجيم، كنتي خطرتك الاولى تشوفينا ان شاء الله تشتركي وتفعلي جرس التنبيه. مرحبا بك وبكم كاع حبيباتي ومتتبعاتي. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.